السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ احنا متابعين، رجعت لكم بفيديو جديد. وان شاء الله اليوم راح نشرح لكم كيف ترجع حسابك المبند في انستغرام، يعني تفك الباند عنه. المهم يا شباب، هذا حسابي مثل ما كل مرة اقول لكم، هذا حسابي على انستغرام، تقدرون تتواصلون وياي عليه. شباب، سويت فرقة جديدة مو مثل باقي الفرقات. هاي الفرقة عبارة عن شنو؟ عبارة انه بس اضيف اللي يعرفون بالباند واقوياء بالباند، مو اي شخص يريدني اضيفه. مجرد شلون بنسميهم؟ وحوش الباند، اضيفهم. محاربين ابتزاز ونبند بفلوس، وكله شغلنا تحديات ما اعرف شنو. فاللي يحب ينضم وقوي بالباند، كل اللي عليه يجي يراسلني، واني كل اللي اسوي له فحص وادخله ويانا. المهم شباب، اليوم ويانا شرح فك باند انستغرام. اتمنى منكم قبل لا ندخل بالفيديو تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى تصلك كل فيديوهاتنا. نسوي لايك للفيديو، خلينا ندخل بالموضوع. اول شي راح نجي على هذا الرابط اللي راح اخلي لكم اياه بالفيديو، راح تضغط عليه. تم الغاء تنشيط حسابي ما اعرف شو، راح يطلع لك لا او نعم، راح تضغط نعم. هنا راح يطلب منك الاسم بالكامل، وهنا اليوزر مال الحساب، وهنا العنوان البريد الالكتروني، وهنا من اي بلد تكتب يقول لك، ومن هنا اختيار ملف وراح تقدم. طبعا شباب راح تطلع وياكم هيك الواجهة، هاي الاسم الكامل ما اعرف شنو ما راح يطلع لكم. راح انت شنو اللي تسوي؟ راح تضغط على كلمة نعم. الاسم الكامل، ما تكتب اسمك يعني اللي انت كاتبه على اليوزر. مثلا هسه انا ارجع وياكم للانستغرام والله، تشوفون مثل ما تشوفون هسه هاي قبالكم. انا ايش كاتب؟ كاتب حارقهم. هناك ما اكتب الاسم، الاسم ما اكتبه. اكتب يا اسم، اكتب الاسم اللي راح اقدم بيه طلب. من تقدم طلب، هنا انا اشوفه هسه ارجع وياكم والله ثواني. هاي هنا بعد ما تخلص قبل لا ترسل قايل لك اختار الملفات. هاي عندك جواز سفر مثلا، او جنسية يعني هوية. راح تصورها وتحددها من هنا من اختيار الملفات، وراح ترسلها. المهم يا شباب، الاسم ما راح تكتب اسم حارقهم، حسب الاسم اللي انت مكتوب يمك بالهوية او بجواز السفر. طبعا بالهوية ينكتب الاسم بالعربي، بس اكو بعض جوازات السفر يصير الاسم مكتوب بالانجليزي، ما اعرف، يصير الاسم مكتوب بالانجليزي. فاذا يمك الاسم مكتوب بالانجليزي، هنا بالاسم الكامل راح تخلي اللي مكتوب، اذا انجليزي تكتب انجليزي، اذا عربي تكتب عربي. مثلا خلينا نقول هسه اسم احمد محمد، احمد محمد كمال مثلا، احمد محمد كمال. لازم اذا مكتوب لك انت صورت الهوية ومكتوب بالجنسية يمك هيجي احمد محمد كمال، اكتب احمد محمد كمال. اما اذا بالجنسية او عفوا تتقدم بجواز سفر مكتوب مثلا احمد، لازم يعني بالانجليزي تكتبه نفسه احمد، وهم تكتب محمد وكمال هيك يا شباب. المهم بعدين ايش راح تسوي؟ راح تخلي اسم المستخدم الخاص بك، اسم يعني حسابك اللي يتبند اليوزر ماله، مو الاسم اليوزر. هنا عنوان البريد الالكتروني اللي مدرج بحسابك على انستغرام، اللي رابط به حساب الانستغرام، وهنا يقول لك من اي بلد تكتب. المهم يا شباب، انت ايش راح تسوي؟ راح اول شي تسوي تروح على حسابك اللي متبند. اذا انت ما تعرف اليوزر ماله هيك ما راح يعني تقدر ترجعه. اول شي تحتاجه اليوزر مالك، اول شي تحتاجه اليوزر، بعدين البريد الالكتروني المرتبط به، واهم شي يكون البريد الالكتروني يعني انت فاتحه بجهازك، يعني موجود يمك بالاجهزه، مو رابطه بحساب جيميل وهمي. اكو يربطونه بحساب وهمي لو ما يعرف الحساب، لو ما فاتحه يمه، مجرد بس هيك مسوي بيه حساب. المهم يا شباب، راح نجي هنا نكتب احمد مثل ما قلت لكم، محمد، وهاي كمال. هذا الحقل تكتب بيوزرك مثلا 2 او شخطة ال او، مثلا هذا يوزرك. عنوان البريد الالكتروني هنا تخلي عنوان البريد الالكتروني اللي مربوط بحسابك حسب جيميل ياهو، بس ها بس الجيميل دوما يكون الرد ماله اسرع، مو مثل الياهو. وتكتب جيميل دوت كوم. بعدين هنا يقول لك ادخل البلد، انت من يا بلد راح تكتب. مثلا انا هسه من العراق، احدد العراق. بس انا طبعا شباب شايف هواي ناس او يوتيوبرين يعني من يشرحون هذا الشي، من يقول له من يا بلد تكتب. مثلا اكو بيهم يقول لك خليه فرنسا، عفوا
يقول لك خليه فرنسا يكون الرد اسرع، ماشي. او اكو بعضهم يقول خليه كندا يكون الرد اسرع. وكل يوتيوبر وينطي يقول لك خليه مثلا شلون كندا، اكو يقول خليه فرنسا، اكو يقول خليه على الولايات المتحدة، اكو يقول خليه على الهند الرد اسرع، اكو يقول خليه على الولايات المتحدة، اكو على روسيا، ما اعرف شنو، على الصين، على اليابان. كلهم يقولون يعني كل يوتيوبر تلقاه شارح طريقة ويقول لك فعل على دولة. هنا هو السالك ما سألك ياهو الجواب الأسرع، ولا قايل لك احنا نجاوب على هذا أسرع. كاتب لك من أي بلد تكتب. هو راح من تصلهم رسالة إذا يريد يتحققون يعني مثلا هسه أنت كتبت كندا، مثلا أنت كتبت كندا، ماشي شباب، من كتبت كندا، هم من تصلهم الرسالة ما يعرفون إن هاي الرسالة اللي يريد يتحققون من عندها، ما يعرفون إنها جاية من العراق أو من السعودية أو من الإمارات. فتكتب البلد اللي أنت بيه، مالك علاقة اللي يقولوا لك إياه باقي الناس. أنا هسه من العراق أكتب العراق، اكتب اليوزر، اكتب الاسم مثل ما قلت لكم اللي موجود بجواز السفر او هوية او اي شي صادر عن طريق يعني جهة حكومية. حتى هم هناش كاتبي لك هنا. وبعدين تخلي افهم، ورا ما تختار هنا تدوس اختيار ملفات، وبعدين راح تضغط على التنزيلات وتختار الصورة اللي عندك. هنا اطمس اي معلومات شخصية غير مطلوبة للتحقق من هويتك، على سبيل المثال العنوان او رقم الرخصة. تعرف على المزيد حول طلباتنا بنسخة بطاقة هويتك عن انواع بطاقات التي نقبلها. هنا يرجى أن تقدم نسخة بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية، يعني مثلا هوية يعني شلون احنا نسميها بالعراق جنسية، آه جواز سفر، أي شي، البطاقة الموحدة، ما أعرف شنو، أي شي يكون باسمك بس صادر عن جهة حكومية. راح تصور لهم إياه وتدوس عبر اختيار الملفات وراح تختاره. بعد ما تختار راح يجاوبونك على البريد الإلكتروني اللي تخليه هنا اللي رابط بحسابك على الانستغرام، وراح تدوس إرسال. وخاف يا شباب، شوف يقولك يبدو أنك نسيت شيئا يرجى توفير جميع المعلومات المطلوبة. أنا ما وفرت لهم طبعا صورة، ما اختاريت، قلت لكم لازم تصورون هوية وجنسية، ماشي يا شباب. ويعني راح يصلك مثلا وصلك جواب على الجيميل ما افتهمته مثلا جاك بالانجليزي، كل اللي عليك تسويه راح ترجع لجوجل كروم، راح تسوي هيك راح تكتب ترجمة، راح تجي تدخل هنا النص، تسوي له ادخال، تسوي لصق، راح تطلع لك ترجمة هنا وراح تفهم عليهم. وكل هذا اللي تحتاجونه يا شباب. اتمنى انكم تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس وتسوي لايك للفيديو، وان شاء الله نعجبكم اكثر واكثر. ومثل ما قلت لكم شباب، نسيت طبعا انه رابط قناتي على التليجرام راح تلقونه بالوصف. خلنا ندخل على قناتي على التليجرام. رابط قناتي على التليجرام راح تلقونه يمكن بالوصف، كل اللي تحتاجونه راح تلقونه هناك. هاي قناتي، انزل الفيديوهات يعني انزل حسابات للبيع، ونسوي مسابقات على يوزرات، نبيع يوزرات، نشتري يوزرات، كل شي تحتاجونه نبيع حسابات، انشاء قديم، انشاء جديد، نمول، كل شي تحبونه وتحتاجونه راح تلقونه بالقناة. فاتمنى عندكم تنزلون على الرابط وتشتركون بيها بوصف الفيديو. لهنا شباب خلص شرحنا لهذا اليوم. اتمنى عندكم تشتركون بالقناة وتفعل زر الجرس وتسوي لايك للفيديو، ان شاء الله نعجبكم اكثر واكثر. لهنا كن خلص شرحنا، شكرا لكم.